بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم جيدة ان شاء الله يا ربي، تكونوا هانيين ومتهنيين. صحة رمضانكم البنات، كل عام يعني نصوموه بالصحة والهنا ان شاء الله. طليت عليكم البنات اليوم بوصفة الكراطة، يعني تجيب السكالوب والبطاطا، يعني جد سهلة بسيطة، موجودين يعني في كل بيت يعني. وهذه الكراطة البنات يعني حديري بها حالة يعني دوك في رمضان في الشهر الفضيل. فقط يعني بلا تجيبوا مورسو تاع سكالوب كيما هذا وبطاطا. عندي هنايا راس فلفل حار، عندي سنينات تاع الثوم، وعندي البصله تاعنا. عندي حوالي هنايا بصله تكون شويه صغيره، قصيتها هكا البنات مربعات كما تقدروا يعني تربيوها. هذه البنات. روح مباشره البنات لطريقه التحضير. كما قلت لكم سكالوب، شوف هنايا درتو قطعته هكا بالطول. هنا دوكا نزيد نجي نقطعو هكا مربعات صغيره كما راكم تشوفوا. نقصو كامل البنات مربعات صغيره بهذا الشكل هكا البنات. نقص انا البنات هنا السكالوب تاعي ونرجع لكم البنات. كما راكم تشوفوا بعد ما قصيت هذاك السكالوب تاعنا هكا مربعات، نجيو نحطوه هنا في المقله ولا القدره. شوفوا البنات هكا. هنا نجيب هذا الفلفل هذا الحار ونحاول ثاني كدا نقصو الى شرائح ولا مربعات يعني صغير. بعد ما نكمل البنات انا الفلفل هذا تاعي هنا عندي شويه تاع فلفل اسود، وعندي هنا شويه تاع الملح. هنا التوابل البنات اختياري، هنايا واش تحبي يعني تحطي هكذا يعني. هنا واش تحبوا تحطوا هناك البنات. هنا نجيب حوالي ملعقتين ولا 3 الزيت. هنا البنات بعد ما حطيت هذيك الملعقتين تاع الزيت، ونحط البنات هنا السنات هاد نتاع الثوم حوالي 3 كما قلت لكم. راح تجي مشمخه البنات الكراطه تاعنا هذه، راح تجي بنينه بنينه يعني البنات ما تصوروش الذوق تاعها زينه. شوفوا البنات هنا نحطو على النار حتى وين يدبل مليح هذاك الفلفل ويطيب معنا مليح هذا سكالوب، ونرجع لكم. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما دبلت مليح هذاك الفلفل تاعنا، السكالوب تاعنا هنا قرب يطيب. هنا نجيبو الحبه تاعنا تاع البصل هكذا، راح تطلق هذاك الماء اللي فيها وراح يطيبوا يعني كلش في بعضها. الكراطه يعني البنات هنا ولا اسهل هكذا، تجي بنينه تجي مشمخه. حرقتوها هنا البنات بالصلصه البيشاميل. هنا كان عندي من قبل، كانت عندي يعني جهزتها من قبل البنات وخبيتها بالطريقه هذه. من جهه حطيت السكالوب تاعنا البنات كاد يطيب. هنا نجي للبطاطا تاعنا. شوفي البنات بعد ما قشرتها غسلتها وقصيتها بالشكل هذا هكذا. هنا البنات نروحو نقليوها. هنا عندي البطاطا تاعي هاي تقلى كما قلت لكم. هنا البنات حتى تقلى معايا البطاطا ويزيد يطيب معايا هذاك السكالوب مليح مع البصل هذاك اللي حطيته، ونرجع لكم. هنا البنات بعد ما طاب هذاك السكالوب تاعنا كما كتشوفوا، هنا جبت المول تاعي دهنته بشويه تاع الزبده وتكرمل مليح في هذيك البصل والفلفل. هنا نجيب ملعقه كبيره تاع الفرماج، خلط مليح هذاك الفرماج ندخلو مليح في هذا السكالوب. هنا نجيب البطاطا اللي كنت قليتها معكم، جربوا الوصفه البنات اكيد يعني راح تنجحوا فيها، راح تعجبكم يعني بالخصوص انها يعني تجي بنينه بزاف هكذا. ونخلط مليح مشمخه ما يجيش ناشف. هنا نضيف
شويه تاع صلصه البشاميل كما قلت لكم انا كانت عندي من قبل، ونخلط نخلو كلش هكا في بعضه. نجيب هنا المول تاعنا، هنا بعد ما حطينا هذيك صلصه البيشاميل تاعنا، هنا بغيت تجيبوا الفرماج يعني اللي عندكم المبشور ونحطوها هكا على الوجه. هنا البنات الفرماج يعني اللي عندك تقدري تستعمليه. ندخلها هنا البنات للفرن، كي نشوفها طابت ويعني حمارت هكا من الفوق، بدات هذيك التحميره نخرجها ونشوفوها مع بعض. البنات درجه الحراره يعني حوالي 180 170 درجه هكذا، كما تحبوا لما تشعلوا لها من الفوق ومن التحت بالطريقه هذه. هذه البنات الكراطه تاعنا نحطوها هنايا طيب ونرجع لكم فيما بعد. هنا البنات طابت الكراطه تاعنا كما راكم تشوفوا، دات هذيك التحميره جات يعني ما شاء الله. نتمنى فقط البنات تجربوا الوصفه هذه. شوفوا هنا البنات، شوفوا هنا القوام تاعها كيف تجي، يعني اكيد يعني راح تعجبكم الوصفه هذه، متاكده يعني انكم راح تنجحوا فيها. شوفوا البنات جات يعني ما شاء الله بهذه الطريقه. راكم تشوفوا فقط يعني صدر تاع الدجاج، بطاطا وصلصه البيشاميل كما راكم تشوفوا، طبق يعني عائلي. نتمنى فقط البنات تجربوها، وما تنسونيش البنات بالجيم الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. صحة فطوركم البنات، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.